عارف ليه التعبان الملفوف حوالين الكاس رمز للصيدلية؟ أنا سهير زكريا وتعالى أقولك. الحكاية بترجع للعصر الإغريقي، فالحية عندهم كانت رمز للحكمة والتجدد، لأنها بتتخلص من جلدها القديم وبتبدأ حياة جديدة، وده نفس مفهوم الشفاء واسترجاع الصحة من جديد. والإغريق بقى كانوا شايفين إن علاج الأمراض فيه جزء من السحر، وهنا ظهر الحكيم اسكلابيوس، واللي كانوا بيقولوا عنه في الأسطورة إنه ممكن يعالج بلمسة من إيده أو من عصايته أو حتى من لسان التعبان اللي دايما كان بيكون معاه، وإنه ابن الإله أبولو المختص بالطب. طب إيه حكاية الحية بقى والعصاية اللي معاه دول؟ في مرة وهو بيدور على أعشاب لعلاج الأمراض لقى على الأرض حية ميتة، ولما بص الناحية التانية لقى حية جاية بعشب وحطته في بق الحية الميتة، وبعدها رجعت لها الحياة من جديد. ومن هنا هنلاقي تماثيل اسكلابيوس معاها تعبان ملفوف حوالين العصاية، واللي اتاخد بعد كده كرمز لمهنة الطب. طيب والكاس بقى جه منين؟ لما الصيدلة ظهرت كعلم مستقل عن الطب ظهر رمز جديد، وهو الكاس الملفوف حواليه التعبان، وده راجع لتماثيل لبنت اسكلابيوس اللي ظهرت فيها وهي بتحضر له جرعات العلاج في الكاس وحواليه تعبان. اكتبولي بقى في الكومنتات لما أخدت بالك إن التعبان رمز للصيدلية، ساعتها قلت لنفسك إيه علاقته بيها؟